انا بجد حالتي مزريه دلوقتي. انا النهارده انا كان عندي امتحان ميد ترم. حلو، انا الامتحان المفروض الساعه 10:30، وانا دايما ببقى عامله حسابي ان انا بصحى من الفجر، يعني اراجع اجهز شنطتي اعمل سكين كير الكلام ده كله. فجيت على الساعه ممكن 7 كده، قلت هنام ساعه وبعد كده بقى هلبس وانزل اريح يعني. فالمهم انا ظبطت المنبه على 9 اللي هي المفروض 10، عشان الموبايل عاملاه بالتوقيت القديم لسه. قلت بقى طب خليها نص ساعة كمان، نص ساعة كمان مش هيحصل حاجة يعني. صحيت امتى بقى؟ 9:30 اللي هي المفروض 10:30، وقعدت اتمرقع شوية، وفي لحظة إدراك وغفلة اكتشفت إن الساعة 11 إلا ربع مش 10 إلا ربع. يعني الامتحان بادئ بقاله ربع ساعة وأنا لسه في البيت، ما لبستش، ما جهزتش الشنطة، ما عملتش أي حاجة، ولا حتى رجعت عادل. المهم طبعا انا ايدي بترعش وبوظت الدنيا، وانا جايه في الطريق واتكعبلت وقعت، وناس ضحكت عليا، والعالم كله كان ضدي النهارده، وانا راكبه التاكسي وانا ماشيه، ناس بطيئه وعربيات ماشيه بطيء. اوف حركت بقى. لا اساسا شبه بالبيجامه والبنطلون كله تراب من الوقعه اللي انا وقعتها. بصي، ومش راضي ينضف ودخلت الامتحان ما عرفتش احل في الاخر. فشوف بقى كل الحالات الوحشه دي حاجات، يعني انا لحقت، انا طالعه اول واحده من اللجنه اصلا عشان ما عرفتش احل. لان انا من النوع اصلا اللي ما بعرفش اغش، سيئه جدا في الموضوع ده يعني. عرفت احل، عرفت ما عرفتش بسيب الورقه وامشي بصراحه. فطلعت اول واحده، مش دحيحه بقى وكده عشان مش عارفه احل. بس دايما بجد مفيش يوم عدى عليا كان هو كله وحش. لا ما دي ما حصلتش خالص. ليه؟ اهو اليوم بدايته وحش، وانا نازله لقيت بنوته عندنا في الكليه، مش عندنا بس يعني معانا يعني، بصيت لي كده وبرقت، اللي هو ايه، الناس بتبص عليا مش مشكله. ايه ده انتي؟ مش انتي بتعملي فيديوهات؟ وفضلنا واقفين بتاع 10 دقايق وهي منبهره، واللي هو اول مره احس او اقابل حد يكون حاببني فعلا كده وحابب الفيديوهات، واللي هو يعني عسولة قوي وحبيتها جدا. وفعلا بقى انا دلوقتي ضحكتي من الودن دي للودن دي، ولا كأنها في حاجة حصلت الصبح بجد. فبالنسبة لي ده يعني ما مش عارفة اصنفه في ايه، بس هو فعلا اي يوم وحش بيعدي عليا لازم يكون في موقف بيهون عليا وبيخلي ضحكتي من هنا لهنا. بس ربنا يكتر من امثال البنوتة دي. ما تعملوا تحسين نسل ان الدنيا كلها تبقى شبه البت دي، يعني ليه ما يبقاش فيه كده. نصيحة اخوية اخيرة، العب رياضة عشان ما تبقاش زي هالهولة الركبة بتخبط في بعض ومش عارف تجري، واعضائك وعضلاتك عمالة ترعش.